هكذا أمست مدينة تل أبيب في أول أيام هذا العام. رعب يسود الشارع الإسرائيلي بعد مقتل شخصين وجرح عدد آخر بإطلاق نار في شارع ديزنغوف في قلب تل أبيب. لا زالت الشرطة تبحث عن المشتبه به بعد مرور أكثر من 24 ساعة، إذ أن مصادر أمنية وجهت أصابع الاتهام نحو الشاب نشأة ملحم من قرية عارة، وبهذا تكثف الشرطة من مجهودها لإيجاده. انتشرت عدة مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تبين بداية إطلاق النار بعد خروجه مباشرة من المتجر. وفي ظل هذه الحادثة رجح محللون سياسيون بانتمائه إلى تنظيم إرهابي، لكن العائلة تنفي ذلك. وتلقينا خبر صعب حيث أن نشأت تصرف تصرف فردي وليس تابع لأي تنظيم، لأي حركة سياسية، لأي حركة دينية مثلا، فالعمل عمل فردي. الخلفية التي جاء منها نشأت خلفية عانت الكثير بعد مقتل ابن عمه، حيث عاش فترة من الاضطرابات وعولج نفسيا، ثم بعدها حاول خطف سلاح لجندي لينتقم لابن عمه. هذا السيناريو كان في حينه هيك كان واقع النشأة. ثم سجن لمدة 5 سنوات على أثر محاولة خطف السلاح. قوات كبيرة من الشرطة تنتشر بكثافة للبحث عنه، وقد داهمت منزله وصادرت حاسوبه الشخصي واعتقلت أخيه. أما محامي المشتبه به فكان قد مثله أمام القضاء سابقا، ولكن ليس هناك جواب في هذه اللحظات عن الوضع القانوني. امور القانونيه ما بنقدر نحكي عنها لانه احنا مش عارفين شو اللي بصير. لا الشاب ممسوك ولا الشاب حدا حكى معه ولا الشاب معروف بين الحياه او الموت. مش معروف شو اللي صار، مش معروف شو السبب اللي وصل للي صار. اللهم انه احنا بنعرف انه هذا الشاب مضروب في عقله، يعاني من مرض نفساني عميق جدا جدا. فحاليا ما بنقدر نحكي عن اجراءات قانونيه قبل ما نفهم بالضبط حيثيات الحدث نفسه. تعود هذه الحادثة إلى مرجعية الانتقام على مقتل أحد أقاربه برصاص الشرطة الإسرائيلية. هذا وما زالت حالة من الفزع تسود الشارع الإسرائيلي، وتشير تقديرات الشرطة إلى أن منفذ العملية قد تمكن من الوصول إلى مخبأ مريح له، وهو وضع مقلق لدولة إسرائيل. رواح حلاق، إحنا تيفي، عارة.